بعد ما خلصنا حفل التكريم دخلنا الفندق وخرجنا من الفندق انا ومعايا مجموعه من الاصدقاء. بعد ما خلصنا حفل التكريم لقيت بعد ما نزلنا وانا ماشي انا وزمايلي متجهين لميدان الجاء. انا كنت ماشي في الاول وهم كانوا ماشيين ورايا، فوجئت باحد الاشخاص بيشيل شنطه من على كتفي، الشنطه بتاعتي الشخصيه كان فيها فلوس وكتب واسطوانه فيها فيديو من حرق مقر حزب الوفد بالصدفه يعني. بس تقريبا هي بالصدفه بالنسبه ليا، لكن مش بالصدفه لميليشيات الجماعات الاسلاميه اللي بيمثلها عبد الرحمن عز، وبالتالي خطف الشنطه من على كتفي وطلع يجري ناحيه ميدان الجلاء. فانا جريت وراه وقعدنا نصرخ حرامي حرامي. خد الشنطه لما لقى نفسه بيجري في اتجاه اسمي الدقي، خد الشنطه رماها في نفق الجلاء. وتمكن الناس اللي ماشيين في الشارع مع قوات الامن اللي قدام فندق قدام اسم الدقي في ان هم يلقوا القبض عليه. وما كانش مين بقى؟ غير بس هتافاتنا او صرخنا واحنا بنقول انا واثنين من زمايلي ان هو حرامي، فمسكوه. فاول ما اتمسك بيقول ان احنا عايزين نعتدي عليه وعايزين نقتله. وابتدى يعني يبادلني الاتهام بان انا متهم بالشروع بقى في قتله او كده. وده ايه عبد الرحمن عز؟ عبد الرحمن عز بيتهمني في الشروع، بيتهمني انا بالشروع في قتله. تمام. طبعا النيابه شافت ان الكلام ده يعتبر كلام غير يعني دقيق او مش سليم، لان اللي بيتهم حد في الشروع في قتله لازم يكون هو متربص بيه. انا ما كنتش متربص بيه، انا كنت في الفندق وهو اللي كان في الطريق العام. نمرة 2 كان اللي عايز يقتل حد بيبقى معاه آلة تساعده على القتل زي آلة حادة او بس ده طلع اتهام يعني غير دقيق، اتهام مزيف. هو اتهام مزيف واتهام باطل 100%. الهدف منه التشويش على حادثة السرقة الغير مصادفة نتيجة ان هو خد الشنطة واداها لحد كان في النفق. هو خد الشنطة علشان خاطر فيها السي دي بتاع حزب الوفد؟ الشنطة دي دايما بيبقى فيها اوراق لشهداء ومصابين الثورة وملفات عن قضايا فساد بشكل عام، لان كنت بقدم لكل النائب العام بلاغات ضد رموز النظام السابق والحالي، بلاغات لاهدار المال العام والاتهام بالقتل والتحريض وحاجات كده. فهو تقريبا اتقال له يعني ان الشنطه دي فيها محتويات مهمه، بس ما كانش الحمد لله فيها ملفات للقواضي او حاجه. بس بالصدفه كان فيها اسطوانه اللي بتثبت ان عبد الرحمن عز اللي مسجلها جريدة الوطن، اللي هم بعد كده راحوا ضربوها واقتحموها وحاولوا ان هم يعتدوا عليها. الاسطوانه فيها باين جدا ان عبد الرحمن عز بيقود حازمون وحركه احرار وشويه حركات اسلاميه بياخدهم اتجاه مقر جريده وحزب الوفد علشان يحرقوه، وفعلا حرقوه واقتحموه. ده كان وعشان كده يعني النيابه حبسته بناء على هذه الاسطوانه ولا على ايه؟ لا، النيابه حبسته بناء على ان في قرار من النيابه بضبط واحضار عبد الرحمن عز الدين امام بصفته متهم بحرق مقر حزب الوفد وجريده الوفد. ولكن المشكله انه ما كانش ليه محل اقامه معلوم. وبالتالي اللي حصل هو اللي قاد النيابه لحبسه يعني. طبعا السي دي قاد النيابه لان في جريمه هو ارتكبها، وبالصدفه جه بعض الاساتذه المحامين محامين حزب الوفد لما لقوا ان هو محاصر في مكان قانوني قدموا ضده البلاغات وقالوا ان هو الراجل ده مطلوب ضبطه واحضاره واتهامه في كذا. في مقر حرق مقر جريده حزب الوفد. والمهم ان الشنطه رجعت لك؟ لا للاسف طبعا الشنطه انا لما رجعت تاني علشان اشوفها انا ورجال الامن بتوع اسم الدقي ما لقيناهاش في نفق الجلاء. وده اللي خلاني اتهمه بعد كده، مش بس ان هو سرق الشنطه، لا ده كان في كمان مراقبه ومتابعه ليا، وكان في حد مستنيه تحت النفق علشان لو خطف الشنطه وما عرفش يعمل بيها حاجه فيرميها لحد كان مستني تحت. نعم. بس الحمد لله الزملاء جابوا نسخه ثانيه من الاسطوانه المسجل عليها نفس الفيديو. بشكرك جدا علاء زغلول الناشط السياسي
في واقعة يعني درامية. أنا بندهش جدا إزاي إحنا مين المسؤول عن تحويل كل هذا المشهد الصراع السياسي تحول إلى مشهد أمني، في مراقبة للنشطاء، في مطاردات، في خطف شنط، في اعتداءات، في ضرب، في مولوتوف. إزاي تحولنا من كل هذا مش هقول الرقي بقى واليوم والحاجات اللي بنسمعها من النشطاء الثورة، لكن بقول ازاي الصراع السياسي تدنى الى كل هذه المراحل، يعني من بقى اعتداءات على مقر صحف، على مقر احزاب، لان الاثنين واحد، يعني الاثنين تعتدي هنا تعتدي هنا، الاثنين غلط، ازعل او افرح، بس يعني الاثنين غلط. ازاي تدنينا كده، ازاي انكسرنا كده للدرجه دي وبقينا يعني طلع فينا اسوأ ما فينا، بنجري ورا بعض وبنخطف بعض شنط وبنضرب على بعض مولوتوف وكده. انا معايا الاستاذ ياسر المصري وهو صديق الاستاذ عبد الرحمن عز، يقول برضو وجهة النظر الثانيه. اهلا بيك يا استاذ ياسر. اهلا بيك يا استاذ خالد. انت هل كنت موجود مع عبد الرحمن في النيابه او تعرف بواقعه سرقه الشنطه او الاحداث اللي قادت لحبسه؟ بمجرد ما حصل محاوله الاعتداء على عبد الرحمن عند الفندق وراح للاسم، انا كنا معاه عند الاسم. الحقيقه انا عايز ابتدي من نقطه لحضرتك.